تعالوا نعمل مع بعض النهارده السمك الفيليه على طريقه المطاعم. كريسبي ومقرمش جدا جدا من بره، ومستوي وجوسي وطري جدا من جوه. وكمان مش هيكون معاكي شارب زيت ولا اي حاجه خالص. شايفين بقى شكله من بره عامل ازاي، ومن جوه قلبه ابيض وزي الفل. والتتبيله طعمها تحفه جدا جدا. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بجد الكفر ماسك عليه ومش بيقع ومش شارب زيت ولا اي حاجه خالص. كاني بالظبط كده عامله فراخ كريسبي طعمها حلو وريحتها حلوه جدا. والسر كله في معلقتين كبار بس هتحطيهم للتتبيله بتاعتك. هتاخدي احلى واجمل سمك فيليه في الدنيا. شايفين بقى مش محتاج جنبه غير طبق طحينه، طبق سلطه، وحبه رز كده، ويبقى عندك احلى واجمل غدا. في البدايه عندي هنا السمك الفيليه. ده قشر بياض، انا جبته من السوبر ماركت. الكيس بتاعه اسمه باسا احمر. طبعا تقدري تجيبيه من عند السماك زي ما انت عايزه براحتك، او سمك بلطي ويخلهولك زي ما انت حابه. وطبعا لازم تشتري سمكه تكون حجمها كبير شويه علشان تديلك كده كميه كبيره من اللحم. جبته بقى كده، حطيته في طبق وعليه كده ميه وملح وليمون. ونقعته حوالي 10 دقايق بس مش اكتر علشان اللحم ما يتهريش. وبعد كده غسلته كويس جدا وصفيته كويس قوي من الميه. ببدأ كده بسكينة وتكون حامية شوية، وبقطع كده اللحم زي ما انتوا شايفين بشرايح، ما تكونش رفيعة قوي. مش عايزاها تبقى رفيعة قوي علشان ما تنشفش معايا على النار. الجزء اللي بيكون تحت ده ناحية الديل بيكون صغير، فانا باخده كده على قطعة واحدة. بعد كده كل ما تطلعي لفوق بيكون طبعا اعرض، فممكن تاخدي القطعة على قطعتين، فزي ما انت حابة براحتك. هشوفها تاني في الجزء ده. زي ما انتوا شايفين طبعا القطعة دي صغيرة، فانا بقطعها زي ما هي كده. بعد كده كل ما بتطلعي لفوق بتكون الحتة اعرض، فممكن تقطعيها على قطعتين. انا غلطت هنا وكنت بقطع بسكينه مشرشره، فقطعت لي اللحم شويه. فكان المفروض تبقى سكينه عاديه وتكون حاميه جدا جدا. فخدي بالك كده وانتي بتقطعي، طبعا ما فيش جلد هنا ولا اي حاجه تحمي اللحم. فبيكون بسهوله قوي ان هو يتقطع منك والانسجه تتبهدل. كده خلاص قطعنا كل الكميه اللي موجوده معايا. الكميه دي عامله كيلو. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بيطلع كميه حلوه جدا. نشوف بقى التتبيله بتاعتنا. عندي هنا في البوله هنحضر كده، عندي هنا كوبايه من الدقيق. هنضيف عليها بقى كده نص معلقه صغيره من كل حاجه. عندي كمون، عندي كزبره، عندي فلفل اسود، عندي بابريكا، عندي ايه كمان، عندي جنزبيل وكاري، وعندي كمان معلقه صغيره كده من البيكنج باودر. وعندي كده حوالي عصير ليمونه ومعلقتين كبار من الخل. وكوبايه الا ربع من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وهبدا اقلبهم كويس جدا بالشكل ده. شايفين بقى كده ده القوام المظبوط، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي. حاجه كده اشبه بعجينه الكريب. طبعا انا لسه ما كنتش حطيت بقى الثوم المفروم ولا الملح. نزلت بقى كده بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وبرده معلقه صغيره من الملح. وبقلبهم كويس جدا بالشكل ده. انا ما حبيتش هنا خالص احط التوم باودر، حبيت احطه كده فريش علشان احس بطعمه وريحته ونكهته. شايفين بقى كده قوام العجينه السايله. طبعا بندوقه في المرحله دي، بشوفه بقى محتاج ملح تاني، كمون تاني، او اي بهار تاني بنضيفه. ننزل بقى بالسمك بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبنغلفه كويس جدا جدا بالتتبيله. طبعا السمك من الحاجات اللي هي مش بتحتاج وقت طويل للتتبيله، يعني اقصاها كده نص ساعه بس وهيبقى جاهز معاكي. وتقدري طبعا تشتغلي بيه كده على طول. بس يفضل تسيبيه حتى لو 10 دقايق كده في التتبيلة، ياخد كده من طعمها ويبقى طعم اللحم من جوه نفسه متبل وشارب كده من التتبيلة. فانا هنا بعد ما تبلته كويس جدا واتاكدت ان كل قطعه وصل لها التتبيله، هدخله التلاجة نص ساعه، وبعد كده نرجع علشان نشوف هنكمله ازاي. هنجيب بقى كده بولة تانية علشان نحضر مع بعض الكفر الخارجي. عندي هنا كوباية من الدقيق، هضيف بقى عليها ملح وكمون بس، مش هنضيف بقى كل التوابل تاني. لان التتبيلة بتاعتي اللي انا عملتها في الاول فيها كل حاجة، فمش عايزة يبقى الطعم لاذع قوي، التوابل كتيرة جدا. هنزل بقى عليهم بسر القرمشه والطبقه الكريسبي، وهما معلقتين كبار من النشا. طبعا ما ينفعش نستغنى عنهم خالص. هتخلي معاكي الطبقه مقرمشه جدا جدا ولونها ذهبي. نزلت كمان عليهم بربع معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان تخليك الخلطه بتاعتك كده هشه ومش مكتومه. طالما في دقيق لازم نحط رشه بسيطه كده من البيكنج باودر. وكمان عندي هنا نص معلقه من الزعفران او من الكركم، علشان برضو تديني لون ذهبي كده ولون اصفر كده جميل للكفر بتاعنا. قلبناهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده بجيب بقى الفيليه بعد ما سبته في التلاجة نص ساعة. وهبدأ انزل كده بقطعتين كده او 3. هغلفه كويس جدا بالدقيق بتاعنا المبهر. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بقرص فيه بصوابعي كده بالشكل ده، علشان ناخد منه الشكل الكريسبي، او الشكل اللي هو قشر السمك زي ما بنقول. اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بغطسه كده كويس جدا بالدقيق، وبقرصه كده بايدي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مش ببطط عليه، لا انا بقرصه كده بايدي علشان يديني الشكل ده. اهو بنفضه كويس جدا من الدقيق. هتبصي تلاقيه اخد الطبقه المعرجنه او المقرمشه دي او الكريسبي. اهو شايفين. انفضيه كويس جدا.
تمام كده اهو. شايفين؟ بنقرصها كده بصوابعنا، مش ببططها كده ولا بضغط عليها زي البانيه، لا خالص، علشان ناخد بقى الطبقه المقرمشه من بره. فتبقى تقريصه كده بصوابعي، بغلفها بالدقيق وبقرصها كده بصوابعي علشان تاخد الشكل. وكمان خدوا بالكم انا بغلف كميه على قد مساحه الطاسه اللي انا بحمر فيها بس. يعني ممكن اعمل 4 قطع 5 قطع على حسب الطاسه بتاعتي ما هتشيل. وبعد كده لما بخلصهم وبخرجهم من الطاسه بروح بقى بغلف كميه كمان. يعني ما ينفعش اعمل الكميه بتاعتي كلها مره واحده بالدقيق واركنها كده على الرخامه، هتبصي تلاقيها لزقت معاكي في الطبق ومش هتديلك الشكل الحلو ده بعد التسويه. فانا بطلعه من التتبيله وبغلفه بالدقيق وبحمره على طول 4 قطع 5 قطع حسب ما الطاسه بتاعتك بتشيل. شايفين بقى كده؟ ملحوظه كمان، كيلو السمك اللي انا عملته ده بيحتاج معايا كوبايتين من الدقيق اللي انا بغلف فيه، بس انا بحب احط كوبايه في كوبايه علشان يفضل معايا كده نضيف لاخر وقت. كده خلاص انا عملت حوالي هنا 4 او 5 قطع. عندي بقى هنا زيت غزير، والزيت بتاعي يكون سخن جدا جدا. وبعد كده بهدي النار شويه لكن مش بهديها خالص، وبنزل بقطع السمك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو هديت النار قوي هيشرب معاكي زيت والطبقه بتاعته هتفك. لو عليت النار قوي طبعا هياخد لون بسرعه جدا من بره ويبقى لسه قلبه من جوه ما استواش. فاحنا بنسخن الزيت بتاعنا كويس جدا في الاول، وبعد كده بنخلي النار بتاعتنا متوسطه وبننزل بقطع السمك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم مش بياخد وقت خالص على النار، يعني حوالي 3 دقايق، دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده وبيكون معاكي استوى وزي الفل. وبفكركم تاني الكميه اللي قدامكم دي في الطاسه دي انا غلفتها بالدقيق ونزلت على طول في الطاسه. ما ينفعش اغلفها واركنها على الرخامه او ادخلها الفريزر او بعد ما اي حاجه. تعدي كده معاكي اول دقيقه على النار بهدي النار كده شويه علشان يستوي معايا كويس من جوه، وابقى ضامنه ان هو مستوي كويس جدا معايا. بعد كده بقلبه زي ما انتم شايفين كده على الناحيه التانية علشان ياخد معايا سوا. اهو بالراحه، السمك مش بيتقلب كتير، هي تقليبه واحده بس. يعني بعد ما بيستوي معايا كده على الناحيه الاولى بقلبه على الناحيه التانية علشان ياخد سوا. لكن مش بفضل كل شويه اقلب فيه يمين وشمال، علشان طبعا زي ما قلت لكم هو ما فيهوش جلد ولا اي حاجه هتحفظه، ففي الوقت ده هتلاقيه اتقطع منك واتبهدل. كده خلاص بعد ما استوى معايا طبعا في اخر دقيقه بعلي النار علشان ينطر بقى الزيت الزياده الموجود فيه وما يكونش شارب معاكي زيت خالص. وكمان علشان يحتفظ بالطبقه الكريسبي الحلوه دي وياخد اللون الذهبي الجميل ده، فاحنا بنعلي النار اخر دقيقه بس زي ما قلت لكم عشان ينطر الزيت الزياده. وكمان زي ما انتوا شفتوا كده بخرجه على مصفى او شبكه، ما ينفعش خالص نخرجه على مناديل او طبق عادي، هتبصي تلاقي الطبقه الخارجيه اللي احنا تعبنا فيها دي فكت معاكي وبقت طريه. فالشبكه بيكون فيها تهويه من فوق ومن تحت وبتخلي الطبقه معاكي مقرمشه جدا لاخر وقت. شايفين بقى شكله تحفه قد ايه، والطبقه بتاعته متماسكه وما فكتش منه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هم اتخدعوا فيه بجد، يعني كانوا فاكرينه ان هو ستريبس فراخ من كتر ما هو شكله تحفه جدا، ما يوحيش خالص ان هو سمك. شايفين قدمت بقى بقى جنبه هنا رز صياديه، بس عندي بيحبوه اصفر شويه فبكتر فيه الزعفران او الكركم. وكمان عملت طحينه جنبه وسلطه خضراء. عايزه اقول لكم بجد طعمه حلو جدا جدا. زيني بقى كده الطبق بتاعك زي ما انت حابه، اهم حاجه تبقى كده حاجه شكلها حلو تفتح النفس وتشجعهم على الاكل. شايفين بقى؟ عايزه كمان كده اوريكم من جوه قد ايه هو مستوي جدا جدا وقلبه ابيض وزي الفل شبه قلبكم. ودي سلطه طحينه كده حضرتها. عايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي كان بالعيش البلدي ومعلقه الطحينه كان طعمه تحفه جدا جدا، اجمد من الرز بكتير كتير كتير. شايفين بقى كده ما شاء الله التسويه بتاعته وشكله عامل ازاي، تحفه جدا جدا. طبق شكله حلو كده وشيك متعوب عليه كانك بتكليه في اكبر المطاعم. والسمك بتاعنا من جوه ابيض وزي الفل ومستوي والطبقه بتاعته ما فكتش. وكان نفسي اسمعكم صوت القرمشه بتاعت الطبقه بجد حلوه جدا. بجد لو ولادك مش بياكلوا السمك جربي لهم الطريقه دي كده في عيش الكايزر وسندوتشات، وبجد هياكلوها كل يوم. اتمنى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، جربوها، مستنيه رايكم في الكومنتات. وانتظروني فيديوهات كتير جدا الفتره الجايه. اشوفكم على خير، مع السلامه.